نص الملعب، وده ما امكنش. يعني حتى انا كنت عيب على ماركو فوتا ان هو حاطط 3 ديفندر في نص ملعب النادي الاسماعيلي قدام وادي دجله على ملعب النادي الاسماعيلي، والاسماعيلي معروف ان كورته هجوميه. يمكن على اساس انه بيلعب 4 ديفنس بس النهارده كده، وماله، انا ما عنديش مشكله برضه. يعني انا بالنسبه لي ان انا ما احطش 3 في نص الملعب ديفندر، حاطط عبد الله الشحات وحاطط احمد خيري وحاطط عمرو السوليه، 4 ديفنس في مقابل مهاجم واحد كمان، وعارف ان هو هيلعب بمهاجم واحد. مظبوط. فيعني ممكن القراءات اصلا تبقى قبل المباراه، وده لازم تكون قبل المباراه. فهو ماركو فوتا برضه مش عايز يخسر او خايف يخسر، لانه برضه تحت ضغط، عايز يكسب على طول. يكسب مش مشكله ان هو يتاخر شويه، لكن هي المشكله ان هو زي ما قال محمد لما عدل من طريقه اللعب، سيطر على وسط الملعب، بقى ليه انياب هجوميه، قرب من ال 18، هجمات مستمره، دفاع مستميت من وادي دجله، حارس مرمى متالق الى حد ما، حارس المرمى هيثم محمد. كل ده طبعا الضغط بيولد الانفجار، ما يقدرش اي ديفنس ان هو يستحمل، لازم يحصل اخطاء، وقد كان واستغل عمرو السوليه هجمه